أنه كل إنسان مؤمن هو معرض من أول يوم خلق إلى آخر يوم في الحياة، معرض إلى البلاءات، معرض إلى الأهواء النفسانية، هذا واحد، معرض إلى رفقة السوء، هاي اثنين، معرض إلى مغريات الدنيا، هاي ثلاثة، معرض إلى نفس الأمارة والشيطان وغير ذلك. ولذلك لا يوجد مؤمن عاقل وحريص على دينه أن يطمئن على إيمانه إلا بالاستقامة. بالتالي ينبغي أن يوجد في داخل كل مؤمن قلق، يعني بمجرد أن يتلبس الإنسان بعنوان الإيمان لابد أن يرافق قلق وخوف دائمين، يبقى كون يلازم الإنسان المؤمن خوف إلى أن يموت، وهو أنه الآن أني مؤمن، بعد دقيقة أبقى مؤمن، في قول هذا أنا مؤمن، أنا ثابت على الحق، هل في قولي هذا، في حركتي يوم غد، في نيتي السابقة، في نيتي اليوم، في عمل الخير، في صلاتي، في موعظتي الآن، أنا الآن ضمن رضوان الله تعالى ممن يرجى قبول أعمالهم؟ لو لا، الإنسان يتخطى عقبات ومراحل كثيرة، هذا واحد. الإنسان بالحياة ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، تلقي بداية ينشأ نشأة الأشبال والفتوة، ثم ينتقل إلى أن يكون شاب مؤمن متدين، ثم ينتقل إلى أن يكون له دور رسالي في المجتمع في المؤسسة، ثم يكون له موقع رسالي، قد يكون حوزوي، مسؤول مؤسسة وغير ذلك. بالتالي كيف نحافظ على الاستقامة؟ هو الحفاظ على الإيمان، على جوهر الإيمان يكون بالاستقامة. ولذلك هي أغلب ما نقع فيه هاي المشكلة. إحنا بشكل عام كمتدينين كمؤمنين نقف عند حد معين، وهاي اللي توقع الكثير من المؤمنين. تلقي مؤمن ولا حوزوي ولا رسالي ولا مسؤول مؤسسة ولا مدير مجموعة ولا متبني تربية مجموعة، لكن يقف البعض بمجرد أن يصل إلى حالة عبادية معينة، أنه صار من أهل الليل لسنة كاملة لأكثر لأقل، يصل لصلاة الليل ملتزم، بعد هذا يرى نفسه لا خوف عليه، انتهت. أو أنه التزم بقراءة القرآن الكريم، بس هاي مقدمات جيدة، لكن المشكلة التوقف. أو أنه شاف له خشية، له دمعة، له مطالعة في كتاب، له موعظة بين الآخرين، له كلمة مسموعة، شاف بعد انتهت، أنا بعد أن أتابع صغائر الأمور ودقائقها غير مناسب. ولذلك أغلب من يقع في الإيمان من المؤمنين هم من وقفوا عند إيمانهم، اللي يصل إلى حد معين ثم يوقف، يشوف نفسه اكتفى، يشوف نفسه أفضل من غيره، بعد أنه في مقام لما يعطي درس معين أو يكون إمام جماعة أو يعطي موعظة أو يكون طالب علم أو يكون له موقع رسالي، هاي بعد انتهى. هاي راح نعرف المعاني بالاستقامة شلون ذني مهمات. الإنسان المؤمن بمجرد أن يتوقف على حد معين في الإيمان، يقول هذه أول خطوة من خطوات الشيطان لافتراسه. ولذلك ينبغي على الإنسان المؤمن ألا يطمئن بالاستقامة إلا عند الموت، يعني من آخر لحظة يأتي ملك الموت انتهت، هسه كان على حق انتهت بعد. ولذلك توجد رواية كذلك عن النبي نقرأها بعد قليل. الآن نتطرق إلى معاني الاستقامة. يذكر الشيخ 5 معاني للاستقامة. المعنى الأول، احنا مرات قد نتصور أن الاستقامة فقط بمعنى واحد أو بانحراف فقط بالإيمان فقط، لا. يقول المعنى الأول هو الثبات، أنه يمكن أن نفهم من معنى الاستقامة هي الثبات على الحق، على الطريق، على الإيمان، وعدم الانحراف وعدم الميل. يقول الإنسان بطبيعة الحال يتعرض إلى الشهوات، إلى الأهواء، إلى المعاصي، إلى رغبات النفس. هنا وين اللي يثبت؟ هنا ينطبق معنى الاستقامة. فاللي يقول من هاي الفئة الذين قالوا ربنا الله ثم ثبتوا عند الشهوات، ثم ثبتوا عند الأهواء، ثم ثبتوا عند الوسوسة، فترة مراهقة أو شاب كبير أو طالب حوزة أو خطيب. إخوان، الشهوات مو فقط المعاصي، شهوات مفهوم واسع.
من مصداق الشهوات هاي الشهوانية، المعاصي، هاي اللذة الغريزية وغيرها، هذا مصداق من مصادق الشهوات. حب المدح شهوة، حب المنصب شهوة، حب الأتباع شهوة، حب الاهتمام شهوة، حب كثرة الأصدقاء شهوة. يعني حب هذا بالمعنى السلبي، ولا كثار المؤمنين فشيء إيجابي، زين، هاي كلها شهوات. حب أن يكون لي موقع رسالي، هذا شهوة، بين قوسين مو من أجل التصدي لتكليف شرعي، لا، أنا أحب يكون لي موقع حتى يكون مميز عن غيري، هاي شهوة وغير ذلك. إذن المؤمن إذا تعرض للشهوات هنا يبين الاستقامة. هل أنا وأنت نثبت بهاي الشهوات؟ إذا ثبتنا وما صار ميل معين ونقع بالشهوات، هاي الاستقامة، وإلا لم نبقى في الاستقامة، بعد وين نروح؟ نميل نحو الشهوات والمعاصي. وهذا المعنى الأول. وعلي شاهد نبوي عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله قال عن الاستقامة لما تلا هاي الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فسر قال قد قالها الناس، كلها قالت ربنا الله واستقاموا، زين، كلمة الإيمان هاي ربنا الله قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم، أكثرها كفرت، كفروا مو طلعوا عن التوحيد، لا، وقعوا في عدم الاستقامة. فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها. إذن حتى يموت، إذن المؤمن من قال بالاستقامة وتابع نفسه وراقب نفسه إلى أن يموت، يعني في ساعة الغفلة، ساعة الشهوة، ساعة المعصية، ساعة الرشوة، ساعة الغش وغيرها، في كل المواطن إذا تتذكر هو شو راح يستقيم؟ يتذكر الله تعالى. مو قالوا ربنا الله، هاي تعال نيجي طبقها بالواقع. ربنا الله، ألم يعلم بأن الله، هاي انتهت. ربنا الله نقرأ في دعاء عرفة: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. هاي هي. هسه واقعنا أنا أتكلم عن نفسي، مو سهلة إخوان، مو سهلة. واحد يقول هاي واحد يا ربي اجعلني أخشى، لا، يراد لها واحد شغل وعمل وعلى نفسي، يعني يا ربي وصلنا هاي المرحلة، اجعل الخشية من عندك كأني أراك. هذا الإنسان اللي يوصل إلى مرحلة يخشى من الله تعالى كأنه يراني، الله تعالى يراني، مو حتى كأنه يراك. بعد هذا يغفل، يقع في معصية، يقع في لذة، أبدا لا يقع هذا، زين. وهي هاي اللي تسمى بالمراقبة، بالمعية الإلهية، زين. هذا المعنى الأول اللي هو الثبات. إذن المعنى الأول للاستقامة هو الثبات على الإيمان وعدم الميل عند الشهوات. المعنى الثاني لا، هو المداومة على الطاعة وعمل الخير. إذن ننتقل إلى معنى أوسع. بعد أن كانت المعنى الأول جهاد ومصارعة بين الشهوة وغير الشهوة، هنا لا، هنا نفترض مؤمن ما عنده شهوات، يعمل الطاعات فقط، يعمل العبادات الصالحات، عمل الخير من أهل الليل. بس المشكلة وين؟ الاستقامة هي المداومة والاستمرارية. هل أنت ممن يداوم ويستمر على الطاعة لو متقطع بها؟ يعني فترة نصلي الليل، فترة ماكو صلاة الليل، فترة نعطي الخيرات، فترة ننقطع. إذن هاي الاستقامة. فلا واحد يدعي الاستقامة وهو متقطع في الصلاة الخاشعة، متقطع في صلاة الليل، متقطع في القرآن الكريم، متقطع في غير ذلك. إذن المداومة على الطاعة، اخوان، الطاعة مو فقط العبادة، لا، لعله واحد الآن الله تعالى انطى باب من الرزق أن يعمل في مؤسسة معينة، أن له موقع معين، زين، هاي إيش قد راح تستمر بيها؟ الدخول إلى الطاعات والبداية في الطاعات والبداية في عمل الخير سهل جدا ومتاح للجميع، لكن تحقيق الثبات، تحقيق المداومة إلى آخر العمر، هذا صعب. هي هاي الاستقامة. أنت الآن عامل ضمن مؤسسة، أنت الآن عندك تكليف معين، لكن باكر من يقول باقي على تكليفك؟ هاي المهمة. أنت الآن عندك كلمة طيبة مع الآخرين، عندك مسؤولية معينة، عندك تكليف معين، لكن يوم غد شنو موقفك؟
هاي المهمة. يا الله، صار ناخذ شاهد، ندخل المعنى الثالث. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول في معنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني أدم لنا توفيقك. أدم، شوف، أدم المداومة، يعني يا ربي أدم لنا توفيقك. فمو معناتها لما نحصل على توفيق في ساعة معينة، توفيق الصلاة الخاشعة، توفيق الموعظة، توفيق أي توفيق، هاي بعد انتهت وكأنما ختم على قلوبنا بالتوفيق. لا، نحتاج إلى الإدامة بمن؟ بالتوفيق. يعني أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به في الماضي، في ماضي أيامنا، حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. هاي صار عندنا كم معنى الاستقامة؟ 2. الأول ثبات، والثاني المداومة. الثالث هو الاعتدال. الاعتدال واضح، يعني لا إفراط ولا تفريط. المطلوب من الإيمان همو، احنا مرات بعض الشباب بمجرد أنه يتفتح عينه على الأخلاقيات فدخل بالمجال الأخلاقيات والأوراد، ويبدي بنوافلة الليل ساعة ونص ساعتين يقعد وقراءة قرآن وتعقيبات أوراد عرفانية. هاي دخول وين؟ هذا صار مبالغة. أو البعض يقصر، هاي مجال العبادة، مجال الطاعات، مجال الأعمال الخيرية كذلك. في كل الميادين على المؤمن اللي يكون عنوان ونموذج صحيح أن لا يبالغ في أي شيء ولا يقصر، أبقى حد وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لا المبالغة مطلوبة بالعبادة أيضا، حتى بالعبادة. يمكن بالي النص للمعصوم الإمام باقر، يمكن للصادق لابن الباقر، أو الباقر لابن الإمام صادق لابن الباقر: يا بني إن الدين، إن هذا الدين متين فأوغله برفق. يعني مرات واحد تجي فترة من الإقبال الشديد، هاي يمر بها الشاب، إقبال قوي على الطاعة، بده يصلي صلاة الليل، يطول بالركوع بالسجود، فياخذ أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، وبعدها فتور مطلق، ما بيحيل يصلي حتى الفجر أو الواجبة. زين، أو قراءة قرآن كريم، واحد يقول اقرأ باليوم جزئين. ليش؟ لأن الصالح الفلاني يقرأ 6 أجزاء. وين المشكلة يعني؟ ذاك نتيجته مثلا وصل كذا. عموما فلا إفراط ولا تفريط. 4 مهمة جدا. المعنى الرابع للاستقامة هو الوضوح في الهدف. كل إنسان مؤمن له حركة نظرية أو حركة عملية، حركة مع نفسه في بناء نفسه في برنامج معرفي، أو حركة مع غيره في إصلاح الآخرين في بناء ذات الآخرين وغيرهم، أو حركة اجتماعية لابد، أو علاقة مع نائب الإمام مع الفقيه، لابد أن يكون على وضوح تام. وإلا حركة من دون وضوح أي فيها شك وشبهة. أعرف كثير من المؤمنين الآن طلبة علم، يعني شاب طالب حوزة كثير، لكن عنده شك في مرجع معين، عنده شبهات كثيرة على مؤسسة معينة. ليش؟ وين الاستقامة؟ إذا أنت مؤمن وتعمل ضمن جماعة صالحة وصار كذا سنة، والآن تجي تشكك في إخوانك، في مؤسستك، في مرجعية معينة، شنو اللي صار؟ وين الوضوح؟ وين السؤال؟ وين الورع؟ إذن المؤمن الحاذق والواعي والبصير على دينه والحريص أيضا يحتاج وضوح. أنت في كل خط تسير عليه لابد من وضوح الحركة. برنامجك الخاص بيك برنامج عام، لابد من الوضوح، وإلا إذا دخل الشك والشبهة والتردد في كل حركة انتهى الأمر. المعنى الخامس والأخير من معاني الاستقامة هو الإخلاص، وهذا الأصعب لعله. قد المداومة والوضوح والثبات والاعتدال نوعا ما بيهن سهولة، مو سهلات بس بيهن، لكن الإخلاص صعب. قد تتحقق المعاني الأربعة السابقة، أن المؤمن يكون واضح في طريقه، يكون معتدل، مو يكون ثابت في الطريق مالته بعد، لكن الإخلاص لعله الآن أكو إخلاص، الآن في هاي الكلمة اللي جاي أنطيها أكو إخلاص، الآن في صلاة الجماعة اللي صارت أكو إخلاص، الآن أتواصل مع شاب صار كذا سنة والشاب أخذ برنامج من عندي وتغير وترك الأغاني وصار يصلي وصار كذا، أكو إخلاص.
لكن بعد فترة صرت أشوف روحي أنا المؤثر، أنا اللي أديت وضعيته، عدلته، رتبته، كذا كذا. أو الآن أنا عندي إخلاص في عبادتي، في طاعتي، علاقتي مع الأهل، مع رحمي، مع أصدقائي، لكن لاحقا ينتفي الإخلاص. إذن أصعب طريق هو الإخلاص. ليش الاستقامة صعبة؟ الاستقامة صعبة لأن الإنسان المؤمن يعيش في دوامة الحياة المليئة بالمغريات. أنت في تنافس أيها المؤمن، أنت في تنافس وصراع بينك وبين نفسك مرة، ومع الآخرين من أقرانك. يعني قد المؤمن يرى أقرانه اللي بعمره أكبر من عمره لعله فاقوا عليه مثلا، عندهم موقع رسالي أعلى من عنده، عندهم شهادة أكاديمية أعلى من عنده، عندهم مكان معرفي أعلى من عنده، عندهم شأن معين. هنا يشتغل الإخلاص، أو لعل تأثير أليف عن تأثير أقوى فيدخل الإخلاص. ولذلك الإخلاص مهم جدا، لأن الإنسان في دوامة صراع مستمر مع النفس، مع الآخرين. يبقى الحسد موجود، الحقد موجود، البغض موجود. أحيانا الإنسان يحسد المؤمن، يحسد المؤمن، هذا متعارف اليوم زين. عموما إذا ننتقل أنه كيف نحقق الاستقامة، 3 خطوات يمكن تحقيق الاستقامة، ثم نقرأ رواية ونختم بها زين. الخطوة الأولى هي نحتاج إلى عزم وإرادة صادقة. هي الاستقامة واللي بمعنى الثبات والمداومة والوضوح والإخلاص والاعتدال، هاي أمور قوية وعالية، تحتاج إلى واحد يكون صادق، إلى واحد يكون شجاع، يتخذ قرار وإرادة قوية. ولا مو أي واحد بدأ بطاعة معينة وصار طريقة واضح وصار معتدل وصار ثابت، أبدا. تحتاج إلى جهاد نفس قوي، تحتاج إلى جهاد مستمر، إلى مراقبة شديدة، وأن الإنسان بمجرد أدنى غفلة يقع. ولذلك يقول يحتاج إلى إرادة صادقة. 2 يحتاج إلى وعي ومعرفة مسبقة. كل طريق ما لم يكن مسبوق بمعرفة سابقة يمكن الوقوع به بكل سهولة. يعني طريق الدراسة، طريق العبادة، طريق الأخلاق، العمل الرسالي، الاجتماعي، كل عمل ما لم تكتسب خبرة سابقة وتطلع على الأمور المعرفية تبقى في دائرة المجهول فتقع. 3 هو الالتفات إلى موجبات الانحراف والابتعاد عن الاستقامة. هذا المؤمن القلق والحريص على دينه واستقامته شي يدور النقاط اللي توقعه عن الاستقامة، يدور النقاط اللي تبعد عن الاستقامة. يا هن الحسد أتجنبه، الغفلة أبتعد عنها، قلة المراقبة، قلة العبادة، شنو مثلا الجهل. يبقى يفتش، يسأل أهل الخبرة، يسأل المؤمنين اللي الورع، إلى أن يسوي قائمة كاملة 10 15 20 نقطة. هاي النقاط هي من شأنها أن توجب الاستقامة. إذن بعد أتابع نفسي. ولذلك هاي اللي دائما يذكرها الصالحون شنو هي؟ يقول كل مؤمن يحتاج إلى هذه الأمور للثبات، للفوز، للاستقامة، وهي المراقبة. الإنسان اللي ما عنده مراقبة، وهذا الكلام اللي دائما يعاد، اللي ما عنده مراقبة ما عنده استقامة. هو منو اللي يقع بغفلة؟ اللي ما عنده مراقبة، انتهت. زين، ليش مرات البعض يقع بغفلة ويرجع؟ مراقبته نسبية، فالمراقبة تختلف من واحد لواحد. واحد عنده المراقبة 30% و70 غفلة تقع، يعني ما يدري. واحد 10، واحد 90، واحد 100. كل ما زاد مقدار المراقبة اللي هي بين قوسين اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، هاي مو شوية، هاي إذا وصل هاي المفهوم هاي صارت بعد 100% لعله، بعد يوصل درجة اليقين. مو نقرأ في مكارم الأخلاق اللهم اجعل يقيني أفضل اليقين. شوف، ما قال بلغني اليقين، اجعل يقيني أفضل اليقين. إذن يا أخوان نحتاج حركة جادة مو نظرية،
طبعا مرات واحد إذا يتأمل مع نفسه يقول يجوز ماكو داعي كلمة ليلة الجمعة وموعظة تعاد علينا ثقوا، يعني لو واحد يقعد 5 دقائق مع نفسه ويعمل حركة عملية بما سمعه سابقا، يجوز لعله كل كلماتي مسموعة عندكم، بس وين المشكلة عندنا؟ ما نطبق. هي هاي، احنا ما جاي نجيب شيء عليكم جديد مثل، لا احنا مشكلتنا ما نطبق، يعني نوقف هي هاي نسمعها انتهت بعد راحة. نسمع المراقبة مهمة، منو بينا فعل المراقبة عنده، منو بينا زيد المراقبة، منو بينا شغل نظام المراقبة في كل صغيرة وكبيرة. اخوان المراقبة في النوايا الخفية، في السر، مع الصديق، مع العائلة، في كل شيء النية تحتاج إلى مراقبة. الإنسان كل ما زادت إيمانه ومعرفته تخفى عليه مكائد الشيطان. عموما نختم في رواية اللي هي يعتبرها الشيخ يقول طريق عملي، هو يذكر روايتين، نذكر رواية واحدة اللي هي يقول ذكرت في جميع الكتب اللي هي الكليني والصدوق والطوسي وغيرها، عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، اللهم صل على محمد، يوصي أمير المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي. هسه خوب الموصي ياهو والموصى إليه ياهو. هسه مرات المعصوم يوصي له واحد على قد دينه، ومرات احنا هم نثقل من ندور نصيحة أريد شيء ثقيل، مو أو نريدها من واحد ثقيل من العارف فلان مثلا نسمعها، أو مرات من ندور فد ورد لا أكون طين ورد خاص بي. أتذكر مرة واحد قلت تعال تريد ورد خاص، قال لي قلت تعال شاورك، أنا متعمد شرد شاوره، هو يدور هيجي فقاعد أصدقاء يمه جاي مشاورته. ايش قلت له؟ قلت له قول اللهم صل على محمد وآل محمد. زين والي. فمرات واحد يريد اتكيت خاص يعني بيه، يكون الوصيه من عالم فلاني، او ما حاكيها بس اللي يكون هاي خاصه، يكون حتى ننشرها بس اللي قالها يعني، فهسه بعدها ماكو حجه علينا من النبي الامام علي. زين، فقال: يا علي اوصيك في نفسك. زين، كانما الرسول يقول: يا سيد فرج، يا عبد الله اوصيك في نفسك، زين، بخصال فاحفظها، مو تيهن ذني. ثم قال النبي: اللهم أعنه، يعني مو شوية ذن النقاط. زين، أما الأولى فالصدق، يعني خليك صادق، هاي أول صفة، فالصدق لا يخرجن من فيك كذبة أبدا. أول صفة صدق. صدقوني يا أخوان، ما أقول أغلبنا خاف مو دقيقة زحمة، هواي من المؤمنين يستهينون بهاي الصفات، من نقول له الكذب، الصدق، الغش، هاي شنو ذني؟ لا أعطيني أمور يعني هيك أمور هاي المعنوية العالية. قل له ذني ما مطبقين ذني. أذكر رواية قرأتها قبل سنوات، إذا عندنا واحد يبحث عنها ما أدري هيك مضمونها أو نصها، هسه عن من ما أدري. يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان، شوف طعم الإيمان، حتى يترك الكذب جده وهزله. عبد الله جاي يدور جيد يمكن. زين، شوف، لا يجد عبد طعم الإيمان، يعني هذا اللي يبحث عن حالة معنوية، عن طعم الإيمان، يقول ماكو. لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب جده وهزله. مرات بالمزاح كذبة تصير. زين، ماكو هاي ايش قد دقيقة يعني. فإذا لما يقول النبي فالصدق، هاي أول صفة، يقول إذن لا يخرجن من فيك كذبة أبدا. هذا واحد. ها أحسن. والثانية الورع. الورع واضح عندكم الورع. لا تجترين، يعني تتجرأ، لا تجترين على خيانة أبدا. تخون. الخيانة شنو الخيانة؟ هم لا نروح بعيد نفهم على أنه خيانة فقط أخلاقية هسه هاي منعتها، بس الخيانة خيانة الله تعالى، خيانة الرسول، خيانة الفقيه، هاي خيانة تكون مو. والثالثة الخوف من الله كأنك تراه. مو شوية هاي واحد يفعل عند هاي الصفة كأنما الله تعالى يراه. زين. والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عز وجل، يبني لك بكل دمعة بيت في الجنة. هاي البكاء من خشية الله تعالى. والخامسة
بذل مالك ودمك دون دينك. مالك ودمك تنطيه دون دينك. زين؟ يعني شكوا بعد هذا الشيء شو يمنع؟ يمنع البخل، واحد يبذل من أجل الدين. والسادسة الأخذ بسنتي بمن في صلاتي وصيامي وصدقتي. راح بعد يفسر النبي: أما الصلاة فال50 ركعة، وأما الصوم ف3 أيام في كل شهر، خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره. طبعا يقال إذا قارين في سيرة النبي الخاتم صلى الله عليه أنه كان أول بداية دعوته كان يصوم 3 أشهر، يعني هاي رجب شعبان رمضان سوية. بعدها بقى يقطع يصوم ويفطر يوم بيوم. يقولون آخر أيامه آخر يعني حياته شو استقر يصوم هيك، يعني هاي الطريقة. آخر سنوات بحياته استقر هيك هاي الطريقة، يصوم خميس بداية، أربعاء بالنص، خميس في الأخير. وأما الصدقة فجهدك، حتى أنت وجيبك كيفك شيء تدفع. زين؟ حتى يقال أسرفت بالصدقة ولم تسرف. زين؟ احنا مرات إذا نتصدق نعطي 1000 لو ربع، إذا 1000 يعني احنا ممكن نفرد شيء هواي اليوم. زين؟ وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. النبي كرر 3 مرات، بعد ماك داعي واحد يوضح أهميته. وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقراءة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما، عليك بالسواك عند كل وضوء وصلاة، عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها. شنو يعني فاركبها؟ اعملها، طبقها، نفذها. زين. عليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل هاي الصفات والخصائص فلا تلومن إلا نفسك. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الثانية ذكرها الشيخ هي مال عنوان البصري، هاي واجب عليكم تقرونها. زين؟ لحد هنا أنا بعد ينتهي الحديث عن الاستقامة وأهميتها في حياة المؤمن، وأنه لابد جدا لكل مؤمن أن يبحث لتحقيق الاستقامة بجدية، بإخلاص، بمجاهدة، بورع، باجتهاد، ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآل محمد.